انا مش عايزة حد من النهاردة يروح يدفع ألوفات في صينية زي دي، ولا حتى يشتريها في البيت. بجد تحفة، هنعملها في البيت بكل سهولة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود ولا نقع ولا اي حاجة. وهنطلع اللحمة لوز اللوز، بجد خطيرة. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، تحفة 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 زي ما بتشوفوها في المحلات بالظبط. يلا مع بعض، بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنجيب الفخدة بتاعتنا او اي حتة اللحمة اللي انت عايزاها، بس طبعا كل ما هتكون دسمة كل ما هيكون افضل. هنرش عليها ملح وفلفل اسمر بس، ما تحطيش اي حاجة تاني. هقول لكم بقى على التتبيله اللي هتطلع لونها اصفر وطعمها خطير. زبادي، ملح، فلفل اسمر، معلقتين كبار من السمنه السايحه او الزبده، وهنضيف عليهم معلقه كبيره من الكركم وربع معلقه صغيره من الزعفران. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. عايز اقول لكم ان معلقتين الزبده اللي حطيتهم غامقين شويه لان انا حطيت عليهم مرته. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهنحط عليها ورق فويل من تحت وفوقيه ورق زبدة. انا ما نقعتش اللحمة ولا اي حاجة، بصوا على طول كده على التسوية، مش هندخلها تلاجة ولا اي حاجة خالص. وهنحط عليها الخلطة اللي احنا عملناها. ضروري جدا معلقتين الزبدة يا جماعة، لان دي اللي هتفرق في طعمها والتحميرة بتاعتها. هنعمل فيها فتحات وبعدين ننزل بقى بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي، ونحاول ان احنا نغطي اللحمة بتاعتنا كلها بالتتبيلة. ضروري جدا ان هي كلها تتغطى، ونتأكد ان هي متغطية كويس من كل الاتجاهات ومن كل النواحي، وكل حتة في اللحمة دخل فيها من التتبيلة. هنعمل الناحية التانية برضو كده فتحتين علشان التتبيلة تتوغل جوه اللحمة وتديها الطعم بتاعها. وبعدين برضو نبدأ ندهن من الناحية التانية. يبقى كده خلاص تبلنا الفخدة او الكتف بتاعنا من كل النواحي وكل الاتجاهات. طبعا ده كتف او فخدة ضاني، طبعا كل ما هيكون ضاني كل ما هيكون افضل واحسن، علشان النوع اللحمة بتاعته وعلشان الطبقة الدهنية اللي بتبقى عليه بتديله طعم حلو قوي، بتديله تحميرة تحفة جدا. هندهن بقى كله كده زي ما احنا شايفين. بصوا ما سبتش حتة فيها الا مدهونة. هنلف بقى الورق اللي احنا حاطينها عليه اللي هو ورق الزبدة وتحتيه ورق الفويل، وهجيب ورقة فويل تانية وعايزة الفها تاني لان انا مش عايزة يخرج منها بخار خالص خالص خالص، يعني عايزاها تبقى مكمورة حلو جدا. في الوقت ده نكون مسخنين الفرن حلو قوي على اعلى درجة حرارة، مشغلين فوق وتحت. لو ما بيشتغلش فوق وتحت هنشغل تحت بس. هتاخد لها ساعتين 3 لحد ما تستوي حسب الفرن بتاعك. نروح نعمل الرز. هنجيب سمنة سخنة جدا وهننزل فيها بقرفة وقرنفل وورق لوري ولومي وحبهان وكوبيبة صيني، وهنحط عليهم الرز مغسول ومتصفي، ونبدأ بقى نشوح الكلام ده كله لحد ما ياخد لون. نحط عليهم مكعبين من مرقة الدجاج بدل الملح، مش عايزين نحط ملح. وبعد كده ننزل عليهم بالمية المغلية زي ما احنا شايفين كده، مية مغلية عادية جدا، اعلى منه تقريبا عقلة صباع زي الرز العادي خالص. ونسيبه لحد ما يشرب المية بتاعته، وبعدين نوطي عليه تماما بقى ونسيبه على النار لحد ما يكمل سواه. في نص التوقيت كده هنجيب بقى ربع كوباية من المية فيها متدوب معلقة صغيرة من الزعفران، ونقلبها ونرشها على الرز. وبرده زيها بالظبط كركم، وبرده نسيبهم بقى في الرز كده في المرشوشين على الرز ساعة. وبعد كده نبدأ بقى نقلب ونبدأ نغرف الرز بتاعنا. هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط عليها عيش تورتيلا او نحط عليها عيش الرقاق الطري. انا هنا حاطه رقاق طري وهغرف عليه الرز. وبعد كده بقى تكون خلاص كده طبعا قرب الساعتين ما خلصوا او ال3 ساعات بتوع اللحمه، تكون اللحمه ما شاء الله استوت. اهم حاجه ان احنا نقفل عليها حلو جدا، مش عايزين اي بخار يطلع منها، لانها لو تعرضت ان البخار يطلع منها هتنشف معاكي ومش هتبقى طريه الطراوه اللي انت عايزاها او الطراوه اللي انت شفتيها في اول الفيديو. بصوا بقى ما شاء الله اللحمه مستويه ازاي. عايزه اوريكم ما شاء الله العظم فاصل من اللحمه ازاي، خطير. وفي نفس الوقت اللحمه متحمره، يعني مش مستويه بس كده عادي، لا كانها متحمره واخده وش في الفرن واحنا مغطيينها. يعني مش هنحتاج ان احنا نفتح عليها عشان نديها وش ولا اي حاجه خالص، احنا عايزينها مكموره زي ما هي كده. هنجيب بقى الرز بتاعنا ونحط اللحمه عليه كده. شايفين التحفه والجمال؟ خطيره 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 حقيقي، تستحق التجربه، حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان المفصل اللي تحت فصل من كتر ما هي مستويه. بس تسيبيها في الفرن على قد ما تقدري
يعني لو الفرن بتاعك هادي هتاخد لها 3 ساعات، لو الفرن بتاعك عالي قوي هتاخد لها ساعتين. بصوا بقى الجمال، خطيرة ازاي. وطبعا مستوية فوق الوصف، مستوية جدا، واللحمة من جوه طرية ومن بره واخدة لون الكريسبي الحلو القرمشة ده. بجد حاجة كده روعة. طبعا ممكن نقدم معاها بقى سلطات زي سلطة الدقوس، ممكن نقدم معاها تومية، وممكن نقدم معاها سلطة النعناع او الخيار، حسب بقى مزاجكم. انا هنا عاملة معاها تومية. بجد تحفة وخطيرة وسهلة جدا جدا جدا، ما تستاهلش الألوفات اللي ممكن ندفعها عليها بره. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.